الأصدقاء والأحباء واللي احنا شركاء بالبلد مع بعضنا كمسيحيين وإسلام. طبعا ميلاد السيد المسيح هو ميلاد المحبة، ميلاد للسلام. العيد يرمز عبر التاريخ كما جدد السيد المسيح، هو مرحلة أو عقبة لتجديد الحياة من حياة قبل الميلاد إلى بعد ميلاد السيد المسيح. تأرخ عبر التاريخ ميلاد لحياة جديدة للبشرية، وخاصة احنا مثلا كشرقيين كشرق أوسط مثلا ميلاد السيد المسيح يمثل تجديد الحياة من الحياة اللي كانت قبل منا العاشوريين الكلدان، بعد منا اجت السوريان، بعد منا صرنا احنا كشعب متعايش بالمنطقة بمنطقة احنا الجزيرة السورية، واحنا جزء من البلاد السورية، مثلا سوريا الكبرى اللي كانت تمثل فلسطين، لبنان، الأردن وسوريا. طبعا السوريان مسمى على بلاد الشام كحضارة وثقافة. بميلاد المسيح جددنا كمان العلاقات بين الشعب، بين المسلم والمسيحية، ونتمنى أنه كل سنة تنعاد على سوريا وعلى شعب، وعايد مثلا شعبنا السرياني بسوريا وبالمهجر، ونعايد كل الشعوب، اللي بالمنطقة من مسيحيين وإسلام وإيزيديين، وكل الشعب الموجود احنا متآخي بمحبة. طبعا هي محبة السيد المسيح، هو محبة للسلام، محبة للجيران وللبلد وللوطن. نتمنى أنه سوريا تشفى من الحروبات ومن الحروبات والطوفانات الذي جاء علينا من خلال التنظيمات الإرهابية والسياسات العالمية اللي انشغلت على سوريا. بشفائنا وبميلاد السيد المسيح يكون ميلاد جديد على سوريا وعلى العالم، ونتمنى السلام والمحبة لكل البشر اللي احنا عايشين مع بعضنا. ويعطيكم العافية، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. نعايد كل الشعوب اللي عايشة بمنطقة الشرق الأوسط وبسوريا وبالجزيرة خاصة. طبعا ميلاد سيد المسيح لما ولد في بيت لحم، ولد بمغارة بمذود. طبعا العادات والتقاليد والإرث الثقافي القديم احنا اليوم عم نجدده بشكل مغارة في كل كنيسة، في كل بيت عم نجددها. عم نحط مثلا الملائكة أو اللي ولد بين الغنم، يعني انه للسلام. فاحنا كمان ايضا قلنا شجرة الميلاد هي شجرة الحياة. كمان لما نجدد ونزين البيوت ونزين الكنائس فهو زينة للحياة، معناها الحياة الجديدة. نطلب على طول بصلواتنا بالكنيسة انه تسير الامور للافضل، والحلول والسلام والميلاد والشفاء. وايضا بميلاد المسيح هو ميلاد لعام جديد، انه يعم علينا بالسلام وبالمحبه وبالتآخي. مثلا بعد ما نطلع من الكنيسه من الصلاه ناخذ القداس، نبارك ونعايد بعضنا البعض، ونبارك أهلنا ونبارك شعبنا بالمنطقة ونبارك ذاتنا بالعيد، أنه إجا علينا ميلاد جديد، معناها نقاء، معناها حياة جديدة، معناها محبة وسلام للعالم. أهلا وسهلا جيتن، وميت السلامة بنتي، والله يفتحها وفتش الدنيا وفتش نازل أمي يطفيها النار. والحمد لله جمعة العيد نحضر كل الأغراض. الأولاد ينبسطوا يروحون للسوق يشتروا لنا أغراض، ونحن أهل البيت نعمل كليتشا، نعمل بسكويتات، نعمل تحضيرات للعيد مشان عيد الميلاد المجيد. ونروح للكنايسنا، القس بالكنيسة يحكي على وضع اليسوع، وضع الجميع المناطق، ويرحب بالدنيا كلها وبالشعب،
والله يحط سلام بالدنيا كلها أمي، ونروح للكنيسة، وكمان يحطوا الضيافة ويعملون مغارة يسوع المسيح، شجرة عيد الميلاد، ونجي لبيوتنا، يجوا الأحباء الأصدقاء الجيرانين يجوا يباركوا عيد الميلاد والضيافة. ابني شي الله ساوى نصيب ضيافة، كلي جاي كمان بسكويتي ضيافة يضيفون ويرحبون في بعض ابني. والله يحط سلام لجميع الدنيا ابني، ونحن زي ما احنا. وأهلا وسهلا جيت، لا مو شرط، كلياتنا أخوة، المسيحية، العرب، الكراد، الإيزيدية، كلن يجوا، لأن نحن بيت واحد. نحن ما عنا منقل لا هذا مسيحي ولا هذا كردي ولا هذا رايح ولا هذا جاي. ابني من المحبة نروح عند كليات بعضنا، بيت واحد نحن.